تخليكي تعيشي وتحسي بأنوثتك الحقيقية وكل اللي حواليكي يحسوها كمان معاكي. الأنثى يعني حنان واحتواء. أهم حاجة إنك تكوني مصدر دفى وراحة لكل اللي حواليكي. يعني مثلا لو خطيبك متضايق، بدل ما تقولي له ليه عملت كده، قولي له أنا حاسة بيك، أنا فهماك. الكلمة دي هتهديه وتخلي إن لو في أي خلاف يتحل بسهولة. تاني حاجة، تعبري عن مشاعرك بصدق. الأنثى الحقيقية بتعرف تعبر عن مشاعرها، يعني تقدر لو في خلاف تقول أنا زعلانة إن حصل بينا كده، أنا فرحانة قوي النهاردة. عبري عن مشاعرك وما تكبتيهاش. تالت حاجة، اللين والمرونة. الأنثى الناعمة مش حادة ولا خشنة في التعامل، مش بتزعق طول اليوم، وبتعرف تتأقلم مع أي حاجة. يعني مثلا لو خروجة اتلغت، بدل ما تتعصبي قولي تمام مفيش مشكلة، نعمل حاجة حلوة في البيت. رابع حاجة، المساندة الشعورية لكل اللي حواليها. الراجل مش محتاج يتعالج عندك، هو محتاج يحس إنك جنبه. يعني لما يحكيلك عن مشكلة في الشغل، ما تقوليلوش اعمل كذا انت غلطان في كذا، قوليله أنا واثقة فيك وعارفة إنك هتلاقي الحل. خامس حاجة، العطاء والاستقبال بتوازن. تدي بحب، لكن كمان بتعرفي تستقبلي من غير ما تحسي إنك تقيلة أو مضطرة تردي اللي اتعملك. يعني لو جابلك هدية صغيرة زي شوكولاتة، افرحي بيها وقولي له شكرا، ما تقوليش ليه كلفت نفسك. اتوازني بين نفسك وبين الناس التانية، يعني اهتمي بنفسك زي ما بتعرفي تهتمي باللي حواليكي. خصصي مرة في الأسبوع أو حتى في الشهر تعملي حاجة بتحبيها، تخرجي مع صحابك تعملوا حاجات حلوة وتخرجوا تتبسطوا، أو تقعدي في البيت تعملي ماسك تسمعي حاجة حلوة بتحبيها.